مستني ايه من عيال صغيره ما بتلعبش كوره بجد؟ لميتهم وعملتهم ان هم لعيبه كوره ورايحين يلعبوا مع المنتخب. ايوه بايه؟ العيال ما بتلعبش في انديتهم، ما بتلعبش درجه اولى. اتنين تلاته مثلا اللي بيلعبوا، واحد محترف والواد كويس وكل حاجه، بس طبعا هيتقطع دلوقتي علشان منتخب مصر خرج وما جابناش جوان، وده بقى المهاجم اللي انتوا بتتكلموا عنه اللي ما اعرفش ماله و19 جون وهداف فريقه وما اعرفش كام الف جون جايبهم. لا، هي الفكره ان هو مش لوحده. عادي محمد صلاح موجود معانا بقاله فتره. الراجل مش قادر يجيب المستوى اللي هو بيعمله في ليفربول. يعني ما هي منظومه. انت عندك منظومه، المنظومه ما فيهاش، فاضيه، صفر. فانت مستني ايه من العيال دي بجد؟ قول لي، انت كنت مستني ان انت تطلع احسن واحد في اللعيبه دي؟ انت شايف فرق الاجسام او شايف فرق الفتنس او الفكر او الدماغ اللي موجود ما بين اللعيبه ديت وما بين اللعيبه اللي كلها حواليها؟ ما هو انت برضو يعني ايه، رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. انت عارف ان اللعيبه ديت ما بتلعبش كوره تقريبا، بتلعب في ولا حاجه. ما احتكتش احتكاك حقيقي بالكوره، ما احتكتش احتكاك حقيقي بلعيبه بجد. ويعني يا ريتها دوري مصري ماشي، يعني مشيها الدوري المصري دوت احتكاك بجد وحلو وجميل ولذيذ، بس هو ما حدش بيحتك بالاحتكاك دوت. العيال خد دخله، فاهم؟ عارف لما انت بتخرج واحد من المدرسه وتوديه على الجامعه على طول، جامعه حكومه مطحون الواد ومش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه. هو بالملي ده اللي حصل. انت خدت واحد مرفه جدا، تمام، ورميته في الجيش مثلا. ما هو في تشوك كده بتحصل له في الاول، وفي صدمه بياخدها في الاول، هي دي الصدمه. لا ان هو ايه ده، ايه ده الكوره مدوره. احنا المفروض نلعب يعني ونباصي وبتاع، ايه ده؟ محدش قال لي الكلام دوت. انا على ايامنا كنا بنقعد بهوات وبشوات وبنتمرن على قدنا كده وحاجه، والدنيا بتبقى لذيذه يعني. فما تطلبش منهم حاجه، لانك انت اللي غلطان. انت اللي رافع دايما مستوى او طموحك جدا، انت اللي رافع احلامك جدا على ولا حاجه. وخلي بالك ده برضو بيحصل مع الاهلي والزمالك، يعني ما هو برضو ما نحورش على نفسنا. ما انت رافع بيهم انا هكسب ريال مدريد، موافقك، حلوه، حلو الحلم ومشروع جدا، بس ازاي؟ اديني عقلك ازاي. مش كل حاجه بتتكسب بالروح وبالقوه وبالمش عارف ايه والعيال دي رجاله كويسين زي الفل، بس في فرق كبير في المستوى، في فرق كبير قوي، مش في الطموح بس، في فرق كبير قوي ما بينهم وما بيننا. احنا مشيناها اللهوي قوي يعني. احنا ما عندناش سيستم، احنا ما عندناش حاجه، احنا تحت الصفر بكتير جدا في الكوره اللي هي لغايه دلوقتي متساب لها حنفيه الدولارات. خلوا بالكم، يعني احنا اي حاجه موجوده في البلد حنفيه الدولارات مقفوله لها شويه كتير، لكن الكوره في مصر ما تسيب لها مفتوحه، لسه مفتوحه. فانت بتجيب محترفين وحشين، بتصرف قد كده هوت على مدربين وبتقلهم وبتدفع غرامات وبتعمل وقواضي وي 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 وي، وانت اصلا الدولار مش موجود معاك. فانت لازم تبقى فاهم برضو ان الحنفيه دي هتتقفل في وقت من الاوقات. يعني في وقت من الاوقات انت مش هيبقى عندك محترفين، ده منطقي جدا. هو انت مش هيبقى عندك اللي بتدفع له بالدولار، لان الدولار مش موجود. سهله بسيطه، ده اقتصاديا يعني اي واحد عبيط بيقرا ب 2 جنيه مش حتى دارس يعني، هيبقى عارف ان هو الدولار في المنطقه بتاعت الكوره ديت في الاستثمار ده هيقف في لحظه ما. لازم، ان هو مش منطقي ان هو عندي سلع مهمه جدا وانا سايب الدولار بيطلع لعيبه كوره سكه. نحط تحت سكه ديت 6000 خط برضو، تمام. والناس مش قادره تعرف ان الكره ديت استثمار حقيقي. في بلاد زي البرازيل مثلا هي قايمه اصلا على الكوره، هي اقتصادها من اوائل السلع، وحط تحت كلمه سلع ديت 6000 خط، لان لعيب الكوره ده بالنسبه لهم سلعه. انا باسسه، بنتجه، بعمل له، بظبطه، بظبط كل حاجه، علشان في الاخر اللعيب دوت سلعه انا هكسب من وراها فلوس كتيره، هكسب منها، هدخل في بلدي دولارات. لان هو لما بيتاسس مظبوط انا هحط رجل على رجل وابيعه زي ما هو ما يتباع. لما هاسس لي 1000 واحد مثلا، شوف بقى ال1000 دولت في 2 مليون دولار مثلا، دخلت كام للبلد؟ فانت الناس مش فاهمه ان هو ده استثمار. انت كله عمال في خناقات والاهلي والزمالك ومرتضى منصور والخطيب وي وي وي، وناسيين وسايبين الفكره الاساسيه. الفكره الاساسيه بتاعت ان ده استثمار، ده حاجه بتدخل بيها فلوس للبلد، حاجه بتدخل بيها دولارات للبلد، مش بتصرفها على الفاضي. منين؟
هتدخل الكلام ده منين؟ ما هو من القطاع الناشئين ده المفروض، ومن قطاع الناشئين يبقى بالسوق ده وبسوء الإدارة ده. مش أنا مش هغلط العيال على فكرة، الغلط من اللي فوق العيال مش من العيال نفسهم، لأن هم بيعملوا اللي عليهم. هو شايف إن هو عنده موهبة، قدم في النادي، دخل، ملناش دعوة دخل إزاي جوه النادي، واتيفر النادي هو إيه، بس في الآخر دخل جوه نادي. بس النادي لما استقبله خده كده، هو عمل بيه إيه؟ استغله إزاي؟ أو قومه إزاي؟ أسسه إزاي؟ ما نساش تصريح من لعيب كوره من قريب مش من بعيد يعني، قال لك احنا عندنا لعيبه في مصر هنا هوت بجد ما بتعرفش اساسيات الكوره، مش عارفه اساسيات الكوره. في كورس تحليل اداء كنت باخده مع حد محترم بزياده، تمام، قال لك مين احسن لعيب عندنا في مصر في وقتها، قلنا له اكس كذا، قالك طيب ده مشاكله 1 و2 و3، ودي اساسيات اللعيبه اللي بندربها في فرنسا وفي في المانيا 10 سنين. لو عندي لعيب معدي 10 سنين بيعمل الغلطات ديت، انا هشلوحه، هبهدله. ده احنا كده بنتكلم على توب من فتره. فانتوا بتتكلموا على ايه يا جماعه؟ احنا ما عندناش نظام في الكوره، ما عندناش اساسيات في الكوره. عندك كميه ناس مهوله، تمام، بس انت اللي مضيع الكميه ديت على الفاضي. وخلي بالك احنا بلد بتحب الكوره اصلا، فانت عندك لعيبه كوره في الشارع كتير، عندك لعيبه كوره في الكوره كتير، بس انت مش هتدور عليهم. انت لو دورت عليهم وجبتهم انت هتوقعهم مش هتطلعهم. انت ما عندكش السيستم المظبوط اللي تمشي عليه عشان في الاخر تطلع منتج. اما في الدوري المصري نفسه انت مش عارف تمشي على سيستم عشان تطلع منه منتج. بتتكلم في ايه؟ هتتكلم على الشباب والصغيرين. وخلي بالك الأسوأ لسه قادم، يعني السيء لسه جاي، لان العيال ديت ما هتطلع لك هو يمين شمال المنتخب اللي زي دوت طالع جاي، والجيل اللي زي دوت طالع وجاي هيجي. انت فاهم ان العيال ديت طالعه مش عارفه يعني ايه كوره، او محدش شربهم يعني ايه كوره بجد. هيطلعوا لك يلعبوا لك في الدوري المصري، هو جيل بيسلم جيل. فانت هيجي لك الجيل اللي مش عارف المبادئ، ما عندوش المبادئ، المرفه، اللي هو مش فاهم يعني ايه نجيله. هو فاهم النجيله الصناعي بس مش فاهم النجيله الحقيقيه. ده هيطلع لك، ده جاي لك قريب مش من بعيد يعني. فاستحمل، استحمل واستقبل، وقول عليها يا رحمن يا رحيم. ده بجد يعني، قول على الرياضه عندك يا رحمن يا رحيم، لان دوت نتاج سنين كتيره جدا انت بهدلت الدنيا فيه. ففي الاخر نستحمل نتيجه الهبل اللي بيحصل عندنا دوت. اي مدرب مسك المنتخب فعليا ولا مسك نادي بس عنده احساس بالتطوير او اي حاجه زي كده، يقول لك لا ما عندهمش، ما فيش مبادئ. اللعيبه فيها حاجات في المبادئ عندها مش مبادئ ذهنيه، لا مبادئ كوره، استقبال كوره، تسليم كوره. يا جماعه ده روي فيتورا لما جه هنا هو مصر قال لك املى لي بقى النجيله دي ميه علشان اللعيبه دي بتستهبل اللعيبه مش عارفه تستلم وتسلم. اللعيبه الكبار بتوع المنتخب وبتوع الاهلي والزمالك اللي احنا بنتخانق عليهم دولت مش عارفين يستلموا ويسلموا الكوره. انت فاهم الفكره؟ انت فاهم احنا واصلين لانهي ليفل او انهي مستوى؟ وانت قاعد تتخانق لي اصل الاهلي مش عارف ماله وبياخد فلوس اكتر والزمالك بياخد فلوس اقل يا جماعه ده كل دوت شكليات. هو ده اللي مخلينا اصلا في الاخر بنجري في حته والموضوع الحقيقي في حته ثانيه خالص. ده مخلينا مش مركزين احنا رايحين فين وجايين منين. خلينا نفضل نتخانق ونقعد نقول وصل ده مفيش منافسه واصل ما اعرفش ايه. يا ابني ولو في منافسه ما هو منين؟ عندي ما عنديش مشكله، يلا الفلوس تتقسم بالعدل ومش عارف ايه، وخلينا نمشي ورا الهبل اللي بيتقال دوت، مع انها مش من العدل ان هي تتقسم بالظبط يعني وتبقى ده ايكوال لدوت يعني. تمام، لان في الاخر هو الفكره اقتصاديه بحته. انت بتتكلم على اعلان بيتحط، الاعلان ده بيتشاف فين؟ بيتشاف قد ايه؟ مده قد ايه؟ فول ستوب، اقفل على هنا، خلصنا. دي التتيته كلها، لكن مش عشان عظمه الاهلي وان الزمالك مش عارف ماله. ده كل ده كلام فارغ، ده كلام ملوش معنى. تمام، لكن هو في الاخر بزنس. انا اللي عايز الاعلان بتاعي يطلع اطول مده وفي اكتر الاماكن. شكرا. مين اللي بيطلع؟ مين اللي بيطلع بره؟ مين اللي بيطلع كتير؟ مين اللي بيستمر اكتر وعنده استمراريه اكتر؟ الاهلي مش الزمالك. الزمالك ما هو كسب مرتين سنتين ورا بعض دوري، عمل ايه بعد كده؟ هو بهدل الدنيا عادي جدا. مش الزمالك، انا ما بتكلمش على الزمالك، بتكلم على اداره الزمالك. فسيبنا من الكلام الفارغ دوت وخلينا في الواقع. الواقع بيقول ايه؟ انت ما عندكش قطاع ناشئين، انت ما عندكش لعيبه فاهمه كوره،
ما عندكش لعيبه ذهنيا حاضره للكوره وللضغط الجماهيري عشان الجمهور مش موجود. ما دي برضو كارثه تانية. ما انت هي منظومه كامله فاشله، منظومه كامله ما عندهاش ملاعب، ما عندهاش ناشئين، ما عندهاش فكر، ما عندهاش حاجه بتتعمل، ما عندهاش سيستم ماشي عليه، ما عندهاش قبض كويس. القبض بالعكس، ده القبض اللي مش كويس اللي احنا بنتكلم عنه، ده قبض اكبر بكتير او مرتبات اكبر بكتير من اللعيبه دي تستاهلها وتستحملها. بيجي لك واحد فعليا فاحت نفسه عشان الكوره وتعب بجد عشان الكوره، ما تعبش صح بس تعب علشان يوصل، وفجأة بقى معاه ملايين. انت مستني منه ايه؟ بجد مستني منه ايه ده؟ مستني ايه من واحد بيستنى اللقطة وبيستنى الفيسبوك وبيستنى السوشيال ميديا تقعد تطبل له؟ مستني منه ايه؟ ما هو هعمل اللقطة ومش مهم اضيع كورة، مش مهم اضيع بينالتي، مش مهم اضيع المنتخب، مش مهم اضيع حاجة خالص، بس اللقطة جابت اللقطة، الجمهور انبسط بيها وعمل شير بس مرحوم ومش عارف الماله. كلام تافه ومش على قد الاستثمار اللي المفروض يتعمل دوت خالص تماما. احنا عندنا كوارث، احنا عندنا كارثة كبيرة داخلين عليها. اوعى تفتكر ان احنا كده خلصناها ابدا، ابسولوتلي. انت داخل على كارثة، انت داخلها وداخلها جامد كمان. فاتح صدرك كده اهوت وداخل على سواد في الكوره مش هزار. وربنا بجد معانا، يعني ربنا معانا. ممكن ما نتفرجش عادي، بره اوروبا موجوده وزي الفل وجميله وهننبسط بيهم، حلوين مع ان بدا يبقى عندهم كوارث بس هنستحملها مفيش مشكله، احسن من وجع القلب اللي احنا فيه هنا ده.